احنا النوتيلا دائما ناكلها وحدها، بس مرات نخليها فوق الفواكه فوق الكيك. بس اليوم احمد قرر يجرب النوتيلا ويا 10 اكلات، وهاي العشر اكلات ما حد مجربها قبل ويا النوتيلا. اليوم احمد راح يجربها. احمد شنو هاي العشر اكلات اللي راح تجربها ويا النوتيلا؟ خليكم ويا المقطع وهسه راح تعرفون شنو هاي العشر اكلات. اول اكلة عندنا يا الربع لفة الفلافل. الفلافل احنا دائما متعودين نخلي عليها لو عنبة لو صاص، بس اليوم احمد راح يغير قواعد اللعبة هاي. احمد اليوم راح يخلي نوتيلا فوق الفلافل. يلا يا الربع نبدأ نضيف النوتيلا فوق الفلافل. من هسه اقول لكم لا حد يجرب هاي التجربة. مثل ما جاي تلاحظون يا الربع ما ضفت هواي نوتيلا على مود يعني اخاف تطلع مو طيبة واتورط. يلا نقول بسم الله ونبدأ نجرب. شباب بالتجربة الأولى ما افتهمت على الطعم، دخت صراحة. خلينا نجرب مرة ثانية. خلينا نجرب الفلافل وحدها بالنوتيلا. شباب يعني الطعم ما أعرف شلون أريد أوصفه لكم. طعم يعني ما أعرف، حلو ومالح يعني دوخة. فأتمنى ما حد يجرب هاي التجربة. وهاي الأكلة راح نعطيها تقييم 5/10. يلا بينا نشوف الأكلة الثانية. شباب الأكلة الثانية احنا مجربيها ويا النوتيلا، وهواي منكم شافوني من جربت النوتيلا ويا شنو؟ ويا الاندومي. طبعا النوتيلا ويا الاندومي حيل طيبة. اكو ناس تحبها واكو ناس ما تحبها، بس انت اذا تحب النوتيلا وتحب الاندومي انصحك تجرب الاندومي ويا النوتيلا. وهسه راح نبدأ نضيف النوتيلا فوق الاندومي. هسه راح نبدي نجرب الاندومي ويا النوتيلا. اخر مرة على ما اعتقد جربت هاي الاكلة قبل شهر لو شهرين، وهسه راح ابدي اجربها مرة ثانية. بسم الله. صراحة شباب طيبة يا ربع. هاي الاكلة بالنسبة لي انا راح انطيها 8/10. حيل حبيت الاندومي ويا النوتيلا، وانا من ذاك المقطع قلت لكم الاندومي ويا النوتيلا طلع كلش طيب. فمثل ما قلت لكم اللي يحب الاندومي ويحب النوتيلا خلي يجربها سوا. يلا بينا ننتقل على الاكلة الثالثة. شباب الاكلة الثالثة اللي ما توقعت بحياتي راح اكلها ويا النوتيلا، اليوم راح اكلها ويا النوتيلا. احمد شنو الاكلة الثالثة؟ الاكلة الثالثة عبارة عن فينجر. احمد اليوم راح يجرب ويا النوتيلا فينجر. هسه المعدة مالتي تقول احمد الجاي يسوي بيه اليوم. اول شي خلنا ناكل الفينجر وحده. يلا شباب راح نبدأ نضيف النوتيلا فوق الفينجر. ما ادري يا الربع يعني الطعم شلون راح يصير. احنا الفينجر نخلي له دائما كاتشب مايونيز، بس احمد اليوم مخلي نوتيلا. يا الله نجرب. بسم الله. شباب خلينا نجرب وحدة ثانية. شباب بيناتنا الحكي شو هاي التجربة عجبتني. شباب صراحة هاي التجربة حبيتها، راح انطيها تقييم 7/10. طيبة ما اعرف شو حبيتها اكثر من الفلافل. فينجر ويا النوتيلا يعني اكلة غريبة. يلا بينا يا الربع ننتقل على الاكلة الرابعة. الاكلة الرابعة عبارة عن جبس، وراح نخلي فوقها نوتيلا. يلا نبدأ نضيف النوتيلا وخلينا نشوف هالمرة هاي التجربة راح تطلع طيبة لو لا. طبعا ما ضفت هواي نوتيلا كالعادة لان اخاف تطلع التجربة مو طيبة. يلا نجرب اول جبساية ويا النوتيلا ونقول بسم الله. شباب خلينا نجرب مرة ثانية. شباب من الاخير ما انصحكم تاكلون جبس ويا النوتيلا. المشكلة هذا الجبس اللي انا جايبه حامض ومالح بنفس الوقت، وانا ضفت له نوتيلا يعني صار حلو وحامض ومالح. ما اعرف شلون راهمتها. يلا يا الربع خلينا ننتقل للاكلة الخامسة، خلينا نشوف شنو هاي الاكلة الخامسة وهل راح تطلع طيبة ويا النوتيلا لو لا. يلا بينا
خلينا نجرب. الأكلة الخامسة تفاح وراح نخلي فوقها نوتيلا. ما أعرف عاد التفاح طيب ويا النوتيلا ما مجربه قبل، هسه راح نجرب التفاح ويا النوتيلا. هسه راح نجرب أول تفاحة ويا النوتيلا، خلينا نشوف راح تطلع طيبة لو لا. شباب صراحة النوتيلا ويا التفاح ينطي طعم رهيب، يعني على ما اعتقد هاي الاكلة راح تفوز ويانا، التفاح ويا النوتيلا، يعني راح نعطيها تقييم 9/10. حيل عجبتني، لان فعلا شباب الطعم رهيب. شباب التفاح ويا النوتيلا صراحة يفوز، ما توقعت التفاح ويا النوتيلا هيش طيبة، واللي يريد يجرب بكيفه، انا شفتها طيبة. ونطينا هاي الاكلة تقييم 9/10. يلا بينا نجرب الاكلة السادسة وخلينا نشوف بقية الاكلات هل راح تفوز على التفاح بالنوتيلا لو لا. يلا بينا شباب. الاكلة السادسة عبارة عن نوتيلا وموز. طبعا هاي الاكلة معروفة دائما بالمطاعم يسووها، يخلوا لك نوتيلا فوق الموز وتطلع طيبة، وهسه راح نجربها وياكم. شباب شو تقولون؟ هاي الاكلة راح تفوز على التفاح لو لا؟ اول تجربة وخلينا نشوف ايش قد راح نعطيها تقييم من 10. بسم الله. نجرب واحدة ثانية. بسم الله. صراحة يا الربع طيبة، بس راح نعطيها تقييم 8/10. لحد هسه التفاح ماخذ المرتبة الاولى باطيب شي ويا النوتيلا، ما ادري هاي بالنسبة الي، فهاي راح نعطيها تقييم 8/10. ويلا بينا خلينا نجرب الاكلة السابعة. شباب الاكلة السابعة على ما اعتقد راح ترهم ويا النوتيلا، لان الاكلة السابعة هي حلوة وراح نخلي فوقها نوتيلا، على ما اعتقد راح تطلع طيبة. الاكلة السابعة عبارة عن تمر، والتمر حلو، يعني على ما اعتقد راح تطلع طيبة. خلينا نجرب ونشوف. يلا نجرب ونقول بسم الله. خلينا نجرب مرة ثانية ونعطيكم تقييم هاي الاكلة. والله يا شباب صراحة يعني مو حيل حبيتها، راح اعطيها تقييم 6/10. يعني نقدر نقول طيبة، بس يعني مو مثل التفاح او الموز، اكيد كانت اطيب. يلا بينا ننتقل على الأكلة الثامنة، والله يستر من الأكلة الثامنة. التجربة الثامنة هي الربع عبارة عن ذرة وراح نخلي فوقها نوتيلا. ما أعرف راح تطلع طيبة لو لا، ما أعرف صراحة. خلينا نجرب ونشوف. يا الله راح نبدي نجرب، بس ما راح أخلي هواي كالعادة لأن أخاف تطلع مو طيبة. هاي خليته هنا شوية نوتيلا مثل ما جاي تشوفون، ونقول بسم الله ونجرب. نجرب مرة ثانية كالعادة. بسم الله. شباب صراحة هاي التجربة راح نعطيها تقييم 5/10. ما حبيتها، يعني ناكلها وحدها الذرة أطيب، لا نضيف لها نوتيلا ولا شي، فراح نعطيها تقييم 5/10. يلا بينا ننتقل على الأكلة التاسعة، والله يستر من الأكلة التاسعة. الأكلة التاسعة شعر بنات. يعني هو بلا شي الشعر بنات حلو وحيل حلو، مو بس حلو، والنوبة راح نخلي فوقها نوتيلا. ايش راح يصير؟ خلي نجرب ونشوف. يلا مثل كل مرة راح نخلي شوية نوتيلا. يلا نقول بسم الله ونجرب. شباب شو التجربة الأولى ما حسيت حتى بطعم شعر البنات، بس نوتيلا. خلي نجرب مرة ثانية. وهاي التجربة الثانية. شباب هاي أول أكلة أجربها ويا النوتيلا، وما أحس غير بس بطعم النوتيلا. ما أعرف يعني شنو السبب، شنو المشكلة، على مود الشعر بنات حيل حلو، ما أعرف. يلا بينا نجرب الأكلة العاشرة. قبل لا نجرب الأكلة العاشرة كتبوا لنا بالتعليقات شنو الأكلة العاشرة اللي راح نجربها ويا النوتيلا. قبل لا تشوف الأكلة العاشرة لا تقدم، اكتب بالتعليقات وكمل الحلقة. يلا بينا.
الأكلة العاشرة وهي الأكلة الأخيرة، راح نسوي لفة نوتيلا. بس بشنو راح نسوي لفة النوتيلا؟ راح نسويها بصمون عراقي. راح نشوف راح تطلع طيبة بالصمون العراقي لو لا، وخلي نشوف ايش قد راح ننطيها التقييم، وهل راح تعبر تقييم التفاح والموز ما ندري. خلي نجرب ونشوف. يلا يا الربع، خلي نسوي لفة النوتيلا بالصمون العراقي. مثل ما جاي تلاحظون سوينا لفة مال نوتيلا بصمون عراقي، وهسه راح نشوف راح تطلع طيبة بالصمون العراقي لو لا. يلا نقول بسم الله ونجرب. شباب خلينا نجرب مرة ثانية. صراحة يا الربع جدا طعمها طيب، وهي الصمون العراقي، وراح نعطيها تقييم 8.5/10. جدا عجبتني وراح اسويها بالبيت يعني. صراحة طيبة وتفيدكم جماعة اللي يسهرون بالليل. اذا عندكم نوتيلا سووها ويا الصمون وراح تشبعون. يا الربع لهنا وصلنا لنهاية المقطع، واتمنى حبيتوا هاي السلسلة اللي هي سلسلة اكلات غريبة. واذا حبيتوا هاي السلسلة كتبوا لنا بالتعليقات حتى نكمل بهاي السلسلة بالقناة. تمام يا الربع؟ يلا مع السلامة. احمد ترى ما يصير هيك، لا خليت امك تطلع وياك بالمقطع، لا خليتها تمثل وياك اليوم بالمقطع، والنوب ما تخليها تنهي المقطع. شو وخر اني اللي ينهي المقطع. يلا يا الربع مع السلامة.